السلام عليكم. ان شاء الله هنعرض في الفيديو ده سؤال بسيط جدا وقانون مباشر، ومع ذلك اتوقع ان في طلبة كتير هتغلط فيه. تعالوا نشوف السؤال حله ايه وقانونه هنطبقه ازاي، ولو انت غلطت في الاجابة يا ريت تكتب لي في التعليقات. تعالوا نقرا السؤال. نجم متوهج يصدر اشعاع، وعند رسم منحنى بلانك لهذا الاشعاع وجد ان قيمة المنحنى تقابل التردد قيمته 5 في 10 أس 14. فهنا درجة حرارة النجم تساوي ايه؟ علم بان درجة حرارة الشمس 6000 كلفن، وقمة منحنى الاشعاع الشمسي يقابل طول موجي 500 نانو. حاول تجاوب، وقف الفيديو بقى وحاول انت تجاوب، وبعد كده كمل الفيديو وشوف اجابتك صحيحة ولا لا. قبل ما نبدأ نحل السؤال تحب اذكركم ان اللي عايز يشترك في حل كتاب الامتحان مراجعة او نيوتن او الوسام، التواصل من خلال التليجرام على 012 2 75 33 781. كمان في بكرة ان شاء الله هنبدأ مراجعة منهج الفيزياء في السنتر بالنسبة لطلبة الزقازيق. تعالوا بقى نشوف هنحل السؤال ازاي. النجم دون بيصدر اشعاع وده تردده، فانت سمعت انه طالب درجة حرارة، ففي قانون فين هو اللي ممكن نحصل منه على معلومة عن درجة الحرارة، خصوصا لما قالك ان لمدة 1 على لمدة 2 بيساوي تي 2 على تي 1. علاقة عكسية، يعني ممكن اقول لمدة نجم على لمدة شمس بيساوي تي شمس على تي نجم. الطول الموجي للنجم عايزين نجيبه. في خطأ شائع بيقول لك عشان نجيب الطول الموجي نقلب التردد يبقى طول موجي. هو الطول الموجي عكسي مع التردد، بس ده مش معناه انه يساوي مقلوبه. امال ايه؟ عندك سرعة الضوء بيساوي لمدة في نيو، فلو انت عايز تجيب الطول الموجي بدالة التردد تقسم سرعة الضوء على التردد، يعني تقول 3 في 10 أس 8 على التردد اللي هو 5 في 10 أس 14. هيطلع لك الطول الموجي بقيمة 6 في 10 أس سالب 7 متر. تعالى بقى نعوض. لمدة نجم كده هتبقى 6 في 10 أس سالب 7. لمدة شمس 500 نانو يبقى 500 في 10 أس سالب 9 اكملناها بالنانو. درجة حرارة الشمس 6000 كلفن. درجة حرارة النجم مجهولة. عشان نجيب درجة الحرارة هنقول الطرف المتصل، يعني 500 في 10 أس سالب 9 في 6000 على 6 في 10 أس سالب 7. كده هتطلع معاك درجة الحرارة 5000. لو انت بصيت في الاختيارات وجريت اخترت ألف يبقى انت كده جاوبت غلط. هي ال 5000 موجودة، يعني هنا في تركة بسيطة جدا رغم بساطتها إلى إنها ممكن تضيع منك سؤال. ال 5000 موجودة، وموجودة كمان الاختيار رقم ألف، بس احنا قلنا 5000 كلفن. الموجودة دي 5000 درجة مئوية، فكده الدرجة اللي احنا عايزينها مش موجودة. وهتلاحظ ان كله بالمئوي، فمش عليه غير انك تحولها المئوي، فتقول 5000 تطرح منها 273 فيطلع معاك 4727. لتطلع الإجابة بالمئوي ب. ملحوظة بسيطة بس ممكن تضيع فيها الدرجة لو انت مش واخد بالك ان ممكن يتلاعب، خصوصا لما يكون طالب درجة الحرارة. درجة الحرارة حاول تجيبها بالوحدة اللي موجودة في الاختيارات. ممكن يجيب لك اختيارات بالكلفن وبالدرجة المئوية، ساعتها انت اعرفها كام بالكلفن كام بالمئوي وتدور عليها كويس في الاختيارات. اتمنى ان فعلا لو السؤال ده غفلكم تكتبوا لي في التعليقات، واستودعكم الله.